لا وقبل ما تمشوا تاخدوها معاكم. ايه الاخبار دي يا نور؟ مش مستاهل الموضوع كل ده على فكره. عيشي حياتك مع نفسك، انت معيشه لي اهلك معاكي. ايه الكلام ده نور؟ حبيبي الفلوس دي بتروح فين؟ بتتصرف يا حبيبي على اهلها، اكل وشرب. لا يا نور. ايوه السلام عليكم. عامله ايه من اخبارك ايه؟ اخرتوا كده ليه؟ عبال ما خلصنا وجبنا الشنط بتاعتنا بقى. عامله ايه؟ ازيك يا منى عامله ايه؟ ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ اتفضلي. ايه عاملين ايه؟ تعالي جنبي يا بنتي. دي لازقه فيها 24 ساعه. ما انا واخده بالي. اخر العنقود يا رانيا بقى. ما انا سايباها عشان هي اخر العنقود. الحمد لله. تطمني على نور ولا ايه؟ بيكلمني كويس؟ وبكلمه. الحمد لله. الحمد لله يجي بالسلامه يا بنتي. انا ما عملتش اكل لسه. ايه احسن بتعملي ليه؟ يا اختي دي مش بتاعت اكل من البيت ما دي. بحبش اكل البيت انا منها انت عارفه. انت لما تتجوزي هتعملي ايه يا شهد؟ هنطلب بره شهد يعني هتطلبي انت من بره؟ انتوا روحتي امبارح بس روحتوا البيت يوم، اكلتي ايه هناك في البيت؟ خليت ماما طلبت عملت يا ليهم حبيبتي. وانا طلبت لنفسي. برضو اه ما بتزهقيش يا شهد من اكل بره؟ ما بحبش اكل البيت انا. دي لما تتجوز هتخلي جوزها يطلب ازاي؟ كل يوم هتطلب لا ما تطلب تقلقيش هتتغير ده. غصب عنها. دي اللي بره ده بيتعب يا شهد. شاهده تتغير؟ النبي هتفضل زي ما هي كده. طب يعني دلوعه بقى وكل حاجه عايزه من بره. لا انا هاكل جبنه او تونه. انا مش هقدر اكل، انا وانت معدتي تعبتني من اكل بره. اطلبي لنا دليفري بقى. ايوه عايزه ايه بقى؟ جيبي لنا فراخ مشويه. فراخ وانت هتاكلي معانا؟ معاكم. خليها هتاكلي منها بس. معاها رانيا انت كمان؟ لا انا مش هاكل، ما تعمليش حسابي. بص بقى انا هطلب لنا اطلب قد ايه؟ اطلبي اللي انت عايزاه براحتك. فاكهه ونص على قدنا. خلاص ماشي. شوفي لو عايزه برضو رز بلبن اطلبي، عصير، اي حاجه. بعد الاكل بقى ماشي يجي برضو حطيه في التلاجة ما فيهاش حاجه. مش هتشربي عصير؟ طب اطلبي لي مانجا. وانت يا ماما؟ لا انا هاكل رز بلبن. وانت مانجا. مش عايزه رز بلبن ساده؟ من المكسرات. نعم يا ماما. بالمكسرات ماشي. ما تغيري رايك وتاكلي معانا. لا مش قادره والله بجد، معدتي قلبت من اكل بره، مش عايزه اكل كده، عايزه كده يعني ان انا ايه معلش يا بنتي الف سلامه. تهدى شويه معدتي. الف سلامه عليك. انت لسه منى معدتك وجعاكي؟ ما شهد بتاكل كتير قوي من بره وبضطر بضعف وريحته بتعجبني، بس لا تعبت بجد، مش عايزه اكل من بره كده. اكل البيت مفيش احسن منه. بس طبعا. بس اللي انتوا عايزينه طبعا، يعني انتوا منوريني. حبيبتي يا منى. كلفك نقوم بقى يا نغير؟ منى معلش. لا يا ماما مفيش حاجه والله، انتوا منوريني ومارلين عليا الدنيا، انا قاعده لوحدي. منى قوم اغير بقى. يلا حبيبتي بينا. البيت بيتك، يلا ونخش الاوضه بتاعتك جوه انت وشوشو. يلا يلا مغيره وانا لا شويه كده واقوم اغير. ما لحقش. ما لحقش لا. السلام عليكم. سلام، ازيك يا ماما؟ تعالي اتفضلي. ازيك يا منى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حبيبتي؟ عاملين ايه؟ عندنا وشر الجايين. بتقولي حاجه؟ لا يا لا، حبيبتي بتقول بقول لك منورة. الحمد لله على السلامه. بتقولك منوره. الله يسلمك، مش شايفاني جايه من المطار يعني؟ يا ست الحمد لله على السلامه من اي مالك مكان. يا ماما؟ ايه اللي مضايقك؟ مفيش يا منى. مالك بس قلبه وشك ليه؟ من الجو؟ الجو تنح. طنط احنا طالبين اكل تطلب لك معانا؟ طالبين اكل ايه يا اختي من بره؟ طالبين فراخ. ليه يا اختي ما بتطبخيش ليه؟ تقضوها لازم تطلبوا اكل من بره؟ ولا اللي معاه قرش تغيير. محيره يجيب حمام تغيير يا ويطيره؟ ماما، تغيير عادي، يعني الدنيا حر ومش بنولع الفرن كتير. يعني انا كل ما اجي الاقيهم وجايبين شنطهم، شنطه هنا وشنطه هنا، وفي ايه من؟ في ايه يا ماما؟ بيت بنتهم وقاعدين بيت بنتهم ايه ايوه يعني؟ اخواتي دولت بيتهم زي ما هو بيتي. يعني هو في ايه يا حاجه؟ مش حتى نخلي مش قاعده عندكم بنتنا قاعده حبه لوحدها بنيجي نبص عليها. تبصي ده عليها يزعلك في ايه؟ تبصي، طب بصي عليها نص ساعه ولا ساعه لا وامشي. اله الا الله. وانت يعني معانا عارفه احنا قاعدين مش قد على إيه؟ طول كده مبلطين في الخط. ايه يا ماما الكلام ده ينفع كده؟ وانت لو جيتي مش وقعدتي عارفة هنا أنا في هقول إيه. لك حاجه؟ ايه اللي مضايقك في المقابله؟ لا انا اجي براحتي يا حبيبتي، وانا لما باجي انا ببات عندك. انا باجي نص ساعه وبمشي. مش عشان انت قريبه. يعني يا طنط منى لو حضرتك جيتي منى هتقفل بابها في وشك؟ لا ما تقدرش تقفل بابها في وشي يا اختي. يعني هو حلو لحضرتك ووحش لاهلي؟ ما انا مش فاهماكي برضه. يا بنتي انا بقول لك افهمي بقى، ما بقاش مخك هنا تخين. فهميني. انا لما باجي بقعد نص ساعه بالكتير قوي، لكن دول ياما مبلطين في الخط يا حبيبتي. يا حاجه انت عشان قريبه. هو حد اشتكى؟ قريبه فين يا انت قريبه منها لكن احنا بنيجي من مشوار بعيد. مشوارك فين يا حاج؟ لا اله الا الله. حضرتك حد اشتكى؟ نور قال لك حاجه؟ انا اشتكيت؟ انا شايفه ابني اللي شقيان وتعبان، وانتوا يا اختي قاعدين في ميغه هنا عمالين تاكلوا وتشربوا. في ايه يا من؟
في ايه بجد يعني؟ مش عارفه في ايه والله، انا مش فاهمه في ايه. المفروض انت تحافظي على جوزك وقرش جوزك. مش لوكاندا هنا 5 نجوم يا اختي اللي يجي يقعد لا، هي له مش باليومين لوكاندا. وبالثلاثه وبالعشره. هي مش لوكاندا بس بيت بنتنا برضه. هو كل اللي اتجوز بنتها تيجي تلزق لا لها؟ اله الا الله، واحنا عشان جوزها بس مش هنا. ما تخلي عندكم أيوة، شويه بنيجي دم. نبص عليه. مونسني يا ماما. بنيجي نبص عليها بس. لا يا اختي تعالى انا اونسك يا حبيبتي، اقعدي عندي يومين في شقتك يومين، مش لازم كله يجي يونسك. هو بالطبع ده انا اعرف اقعد كده، والاسلوب ده ما ينفعش، ما اقدرش اقعد. انت هتقعدي انت قاعده ايه مع مين يا اختي؟ مع امنا الغوله؟ ما حضرتك بتغلطي اهو، عماله تغلطي. طيب اهو خليكي انت قاعده معانا يا ماما، ما تزعليش. لا يا حبيبتي انا مش قاعده، انا ماشيه. ليه؟ انا كنت جايه ابص عليكي كده بس وماشيه. يا حاجه اقعدي اتغدي معانا. لا يا حبيبتي اتغدي اصل معانا بيجري الأكل. هنا دم مش ميه. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم، كل ذنب عظيم. انا مش عارفه انت جايه تهزقي اهلي في بيتي بقى، انا مش فاهمه كده. انت كده بتجيبي لنا المشاكل بقى كده، وبتخلينا يحصل مشكله بيني وبين جوزي. اهلي؟ اهلي. شو بلا اهلي بلا زمالك يا اختي. اهلك ايه يا ام اهلك؟ هو كل يا اختي اللي اتجوز بنتها تفضل لازقه لها؟ واحنا مش لازقين يا حاج، انا شايفه ان انت وعندنا عاملة دم موضوع. مش بجد بس بنيجي والله؟ نزورها عشان هي لوحدها، لازم نيجي نبص عليها. ده يزعلك في ايه؟ لا سيبيها وحيدة، مالكيش دعوه. ايوه ما انتي يزعلكيش في بحاجة. سيبيها حاجه. لوحدها. مش شايفه ان ده يزعلك بصراحه. ولا بارده قوي. كتر خيرك. انا مش هرد انا عليك همشي عشان لان خاطر انا نور. يعني انا عندي ضغط، عندي سكر، ما عنديش استعداد ربنا يجي لي حاجه يشفيك يا تاني من حاج. الهم يا حاجة اقعدي اتغدي والقرف. معانا. لا يا حبيبتي والنبي اتغدى تقعدي ايه؟ تتغدي معانا. لا يا اختي باكل من ايدي، ما باكلش من بره. انت المفروض انت تحافظي على قرش بنتك وجوزها اللي شقيان وطالع عينه، وانتوا هنا عايشين مكبرين دماغكم. ما انتوا عليكم ايه يا حبيبتي؟ ما اللي بيشقى وطالع عينه ده ابني انا مش ابنك يا حبيبتي. يا مش حاجه بنتك اللقمه اللي قاعدة. هناكلها هي اللي مش اكل هتحافظ ومرعى على وقله القرش. صنعه يا ام اكل انت. اقعدي اتغدي يا حاج. انا مش هرد عليها بجد، ومسكت نفسي انا عشان خاطر جوزي، بس هي بجد زودتها قوي. ولا تشغلي بالك، مش هي ما رضيتش تقعد تتغدى. هو مشكله هنتغدى. الغدا، هي مشكله الطريقه. هي صعبة حره. قوي منه. صعبه جدا. صعبه صعبه قوي. ومحسسانا ان احنا جايين ننهب ابنها. تشغلوش بالكم. لا 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 لا، ما تشغلوش بالك، هي طبعها كده لا تطلع. بقول لك انت مش طلبت الاكل، هي حره مش مشيت، احنا قاعدين نتغدى. هتكلم نور، هتقعد تقول له نور حبيبي وعمره ما هيسلم. احنا قاعدين عند اختنا وبنونسها بدل ما نسيبها لوحدها يا يعني. حبيبتي تقول له بقول لك ايه يا شهد، شوفي كده تواصلي مع الفرع عشان انا معيش فلوس كاش، لو في انستا احول لهم، معيش ان انا ادفع كاش دلوقتي. ماشي، انا هدخل كده اعمل حاجه اشربها. تشربوا حاجه؟ انا هعمل قهوه. وانا من عايزه لا انا هستنى بعد الاكل. شهد هتشربي حاجه؟ اعمل بقى قهوه يتحرق الدم. لا انا ما ينفعنيش الوضع ده. كل ما اروح الاقي امها واخواتها قاعدين عاملينها ميغه في البيت. فين ابني؟ ابني اللي طالع عينه. ما ترد بقى يا نور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا نور؟ انا الحمد لله. هو في ايه بجد؟ انا عايزه اعرف يا ابني. هو انا كل ما اروح عند مراتك اللي اسمها منى دي اروح الاقي امها واخواتها؟ وفي ايه؟ والاكل من بره يا اخويا، الدريفلين ده اللي بيقولوا عليه. الا اقعدي كلي. اكل ايه يا اختي؟ اكل ايه يا بردينيا اللي ما عندكوش دم؟ لا ده انا كل ما اروح الاقي كده حبيبي، قاعدين باليومين وبالثلاثه وبالعشره. حتى من بخت من نزار وخفف ويمشوا، لا دول قاعدين مبلطين في الخط يا ابني. لا واللي اسمها منى تقول لي وانت لما تيجي انا بقول لك حاجه يا ماما. قلت لها انت ما تقدريش تقولي لي حاجه، انا باجي اقعد عندك نص ساعه بالكتير قوي او ساعه وبمشي. والمره اللي فاتت برضو يا ابني ما تتعصبش، انا بكلمك. المره اللي فاتت اروح الاقي خالتها هو في ايه يا ابني؟ هو ده اوتيل يابا وانا ما اعرفش؟ فاتحينها وكاله احنا من غير بواب ولا ايه؟ لا انا ما ينفعنيش الوضع ده. لا يا شيخ، بتطلب فلوس عن مصروفها عشان تاكلهم وتصرف عليهم. امال ليه انت شقيان وطالع عينك وهي عماله تصرف هنا وهنا وهنا؟ خلاص ماشي ماشي يا نور. هتتصرف هتعمل ايه يعني؟ طب خلاص ما تتنرفزي، خلاص ماشي.
شوف انت هتعمل ايه. لا انا دمي محروق، انا متضايقه بصراحه ربنا. انا كل ده ما اتفشتش في امها البارده دي. ماشي يلا حبيبي مع السلامه، في رعايه الله. تطلب فلوس عن مصروفك ليه يا اختي؟ المفروض امك توعيكي، انت المفروض تشيلي قرش لعيالك بعد كده، مش روحي تضيعيه على الاكل والشرب، ده البطن ما بتشكرش. السلام عليكم. نور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا امي؟ الحمد لله على السلامه حبيبي، عامل ايه الله يا نور؟ يسلمك، عامله ايه؟ بس غريبه انت جيت قبل ميعادك. امي يعني انت التليفونات اللي انت عماله تتصلي بيا وتقولي لي وتفهميني الوضع، مش عايزاني اجي اخد خطوه واخد انا خايفه عليك وعلى قرشك. اخد موقف في الموضوع ده يا امي؟ ايوه انت ما شفتش المنظر ده. انا رحت برضو مره لقيت خالتها وبنت خالتها وجايبه اكل من بره. كل ما اروح الاقي احنا لسه جايين يا حاجه. طب ما انت خلاص جيتي مره، خلاص ده اكتر من كام مره يا ابني، وناس باردين قوي يا ابني. يعني انت عشان كنت بتروحي تطلي عليها. انا طب انت لو ما بتروحيش كنا هنعرف كل ده؟ ما اعرفش. وانت كمان بتقول لي ياما ده انا بديها، يعني بتطلب فلوس فوق مصروف. فوق مصروف حرام. طب ليه كده؟ بدل ما تخاف على قرشك، ايه يا ام؟ بدل ما تعمل لك قرش يا ابني للزمن، نعرفوش القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود يا ابني. امي يلا بينا، بس امي البسي يلا نروح له. طب اهدى، طب اغديك. لا مش عايز اكل، انا هسيب الشنطه دي هنا عقبال ما. طيب انا هغير واجي معاك يا حبيبي. طب يلا. طب انا غلطت فيهم؟ انا ما غلطتش. لا على اكتر من قلت لها انت وليه بارده قوي، امها بارده. انت تقولي اللي انت عايزاه، هم يستاهلوا اكتر من كده فيه. يعني انت مش زعلان مني؟ لا مش زعلان منك. هو انت مش عشان خايفه عليا وخايفه على قرشي؟ هو حد يخاف عليك قد يا ابني؟ مهما الست دي بتحب جوزها عمرها ما هتخاف على جوزها اكتر من ام، صح ولا لا؟ صح يا ام. يعني انت والنبي مش زعلان؟ مش زعلان والله. يلا. طب انا هقوم اغير ونيجي معاك يا حبيبي. ثواني يا نور، هغير البس بس الاورنج بتاعي واجي. بس الاورنج ولا الفوتورنج؟ منى انت فين يا منى؟ بتعملي ايه؟ جايه يا رانيا هنشرب. نور جه يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ ايه يا نور؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا ماما؟ ايه ده ما قلتليش ان انت جاي؟ فين شنطتك وفين حاجه؟ هو جه عليا يا حبيبتي. طب ماشي وماله؟ طب ما جبتش هدومك ليه؟ شوف اتفضل. في ايه؟ من غير سلام عليكم. عملت اجازه ولا وعليكم ايه؟ السلام. الحمد لله على السلامه يا نور. الله يسلمك. انت مالك يا نور؟ في ايه؟ قلب وشك كده ليه؟ منورين يا جماعه. ده نورك يا حبيبي. منا الوضع ده انا ما يعجبنيش بصراحه. مش فاهمه. مش فاهمه. انا ببعت لك مصروفك كل شهر، وغير كده بتطلبي فلوس كمان زياده فوق مصروفك. انا بعت لك لحد دلوقتي زياده فوق مصروفك 30,000. الفلوس دي بتروح فين؟ بتتصرف يا حبيبي على اهلها، اكل وشرب. لا يا نور الدنيا غاليه، العيشه غاليه. العيشه غاليه؟ انت عايشه بطولك يا من. فين الغاليه؟ يعني انت عايز يعني ماما واخواتي يجوا قاعدين هنا في البيت اخليهم يصرفوا يا نور؟ ينفع؟ لا يا حبيبتي اطبخي، اعملي حبه مكرونه، اقلي حبه بطاطس، مش كل يوم اكل من بره دريفلات يا حبيبتي. يعني انت جبتيه بقى؟ اه. طب انت مين قال لك ان احنا كل يوم بنجيب دليفري زي ما انت بتقولي كده؟ لا انا كل ما اجي الاقيكم وبتطلبوا اكل من بره. صدفه ان انت تيجي تلاقينا هنا. لا والله صدفه سعيده حبيبتي. لا اله الا الله. كان يوم خيبتك اجمل صدفه. يعني المفروض يا منى انت يعني انا في غربه ومتبهدل ومتمرمط وببعت لك فلوس، المفروض الفلوس دي توفري منها، مش الفلوس دي تبعزقيها وتصرفيه. في يا نور بعيش حياتي شويه يا نور. عيشي حياتك مع نفسك. انت معيشه لي اهلك معاكي؟ ايه الكلام ده نور؟ حبيبتي هو ابني يوم ما هي مضى دي على الأصول. القايمه، مضى على قايمه امك واخواتك. هو يعني انتوا احنا هتفضلوا نور- انتوا الاثنين تكلموني بالطريقه يعني دي؟ احنا نور غلطانين ان احنا مش سايبين منى لوحدها؟ اه يا بنت شكلنا غلطنا، واحنا بنيجي نسال عليها يا ابني عشان لوحدها مش عشان حاجه. اسالوا انتوا تنوروا، بس انتوا يعني انتوا الله. مش مستوعبين انتوا بتعملوا ايه. لا هي الحاجه اتصلت بيك بقى قومتك علينا.
لا يعني انا عشان إحنا اتصلت مش كل بابني. مره بنطلب دليفري زي ما هي بتقول، وده جزاتنا اللي بنيجي نسال عليها. يعني انا مش كل ما اجي الاقيكم قاعدين نفس القعده بتطلبوا اكل من بره؟ انت صدفة يا بتكدبيني يا حاجه؟ صدفه انت اللي شايفه كده، ما بيحصلش كده. عيب. عيب عليك ان انت اللي لا عيب بتنزلينا عليكي في انت. بيتي. مش تقولي بيت ابني بيت ابني، ما هو بيت بنتنا. انا شقايه وعرقي ده ما يتصرفش في الارض كده على اكل وشرب وهيافه. مش قدام الناس كده مش قدام الناس مش عارفه الاصول ومش فاهمه. ايه ده؟ ايه يا نور ده؟ هتقولي لي مش قدام الناس؟ ما تقومي يا اختي اضربيه على ايده وقولي له كده كخ. اللي ايه يا نور ده؟ انا مش صادقه يا نور، والله ما صادقه. انت عمال من ناحيه ومامتك من ناحيه كده كتير. اروح فين انا؟ عشان يعني انت صح تستاهل. ولا غلط؟ نتكلم في اوضتنا، ما نتكلمش كده. لا كله يبقى فاهم وعارف ايه اللي بيحصل. يعني انت يا نور بتوصل لنا احنا رساله مثلا، يعني احنا ناخد بعضنا ونمشي؟ لا وقبل ما تمشوا تاخدوها معاكم. ايه صح. الافكار دي يا نور؟ مش مستاهل الموضوع كل ده على فكره. اكل وشرب. انا مش فاهمه في ايه بصراحه. يا نور عارفة مش أكلة كده. فيه ده، انا مش فاهمه. صرفت ايه بنتي يعني يا نور؟ بتتكلم في اكل وشرب؟ عيب والله عيب. بتكلم في اصول واحده تصوم بيتي. وبعدين انا اللي كنت هتصل بيك. كمان تتصلي بيا وتشتكي من امي. ايوه اشتكت مني، انا ما عملتلهاش حاجه يا ابني. ده اللي هي قالته لي اقل من اللي انت قاعده فيه ده. انت مبسوط كده؟ يلا ماما احنا كده اتغلط فينا كتير، في يا كتير رانيا. قوي اللي احنا فيه. لا يا منى ما ينفعش يا منى. هو يا ما منى ينفعش. اللي حصل ده ما ينفعش يا ما بنتي. ينفعش. عاجبك كده ما انا ينفعش اهلي في بيتي خالص. يحصل فيهم كده؟ بص يا ابني، شوف انت يا بنتي صرفت كام واللي انت عايزه انا هديهولك. لا يا حاجه بنتك ما تلزمنيش، مع السلامه لا احنا معاها. مش عايزين خربان خلاص البيوت. يا نور ما مش هيدفعوا لك أكل عادي. وشرب. ما تقعدش في بيتي طالما ما بتصونش. خلاص يا نور بتقول لك هتدفع لك الفلوس اللي صرفتها. الفلوس دي حاجه تانية غير اللي هي تقعد في ما ده اللي بيتي. انا بقوله برضو. انت بتتكلم في اكل وشرب عيب قوي، وبيعني كده من اقل حاجه عشان شويه فلوس. بجد يعني انا مش عارفة بيتي يتخرب. ما شقة ينفعش ابني. ما ينفعش يا نور، ما ينفعش يا نور ان هي النور منى تمشي وتسيب البيت. معلش انا مش عايزها، انا مش عايز حد كده في بيتي انا. خلاص يا نور احنا هندفع لك الفلوس. انا بتغرب عشان واحده تشني وتصوني، انا مش بتغرب عشان واحده تفركش اللي ورايا واللي قدام. وارد ان احنا نخطأ، انما انت عادي تخرب البيت بسهوله. مش كل بني ادم خطاء. ولا خراب بيت يا بنتي ولا حاجه، اللي هو عايزه انا هحوله له، واحنا مش جايين هنا تاني. على فكره بس انت كنت ممكن تفهمني. بس اللي كان الاصول ان احنا ما نتهانش في بيتك، ده اللي كنت قصداه. غير كده لكن فلوسك على داير مليم انا. الاصول اللي انتوا كنتوا المفروض مفيش تبقوا مشاكل. فاهمين الحاجه دي اللي انتوا فاهمين بتعملوها. فاهمين ازاي يا حاجه؟ فاهمين. صوتك بيعلى خلاص يا نور شوف منى صرفت قد ايه واحنا هنحول لك الفلوس، مفيش اي مشكله، واعتبر اللي حصل ما حصلش. انما خربان البيوت عشان اكل وشرب يا ابني ملوش لازمه. شوف اللي طلباتك انا هبعتها لك. صرفت كام بنتي وانا هبعته لها. ماشي يلا، انا يلا. هلبس واروح معاها. لا يا منى احنا يلا. مش عايزين. لا هو مش عايزني يا رانيا. لا يا منى ما تخربيش بيتك يا بنتي. مش احنا قلنا خلاص الفلوس هنبعتها؟ لا خلي بقى ماما لا، لا. ترتاح، طنط بقى مش ماما. موت قلة الادب قدام اللي ربتك. خلاص يا طنط مش مستاهل الموضوع عيب يا طنط. خلاص عيب يا عليك نور، وانتوا. إحنا قلنا لك يعني الفلوس انتي اللي انت جبتي؟ عايزاها هنبعتها. جبتي ابنك موضوع من بره. خلص. جبتي ابنك من بره الناس ما تفهموش في الاصول. وخليتي خيرك يا حاج. بيتي يتخرب. انا مش هرد على الحاجه يا ومهزقه اهلي وكل ده ومش عاجبك؟ لا مش عاجبني. طب خلاص اشبعوا بقى بالبيت انتوا الاثنين. يا حبيبتي. يا ما ينفعش يا منى منى. إحنا مش عايزين خراب البيت يا بنت. ما نبقاش احنا سبب خراب البيت يا بنت. لا يا منى ده بيتك يا منى، اقعدي يا منى. بيتي ايه يا رانيا؟ بيتي ايه وهو اصلا بيقول لي امشي؟ اقعد فين هو؟ نور حاول تلم الموضوع يا نور، احنا مش هنمشي ناخد يلا منى نلبس معانا. بقى، يلا نلبس. لا يا منى. يلا بقى لا يا بالله منى. عليكي بقى، انا مش قاعده فيها يعني. امشي يا رانيا بالله عليكي، امشي قدامي. لا يا خلاص منى بقى. احنا ما رضيناش خراب البيت يا بنت. ما هو انت مش راضيكي، هو عاجبه خلاص يا ماما حبيبتي يشرب لا. البيت بقى. لا انا ده جاي هبعت من له. اخر الدنيا عشان يطردني من البيت. انا ويطردني. هبعت له الفلوس. ماما اللي هتبعت صرفتها الفلوس يا منى. وخلص الموضوع على كده. ما تخربيش بيتك يا بنتي. شوف انت عايز قد ايه. الاهانه اللي انت تهنتيها. الاهانه نور احنا ابني مسامحين في وانا حقنا. مستحملاه وعشان هو زي ابني وما فيش مشاكل. بس ما تخربيش بيتك يا بنت عشان فلوس ولا عشان كلام فاضي. خلي امه خلاص يا تستريح. نور. مش عارفه يا اختي حاطه امه فوق دماغك وزعق ليه؟ احنا اللي اتصلنا بيه قلنا له ده ابني وانت هتخافي عليه قد اكتر مني حبيبتي ولا ايه؟ هو ينفع؟ انا عايزه اسال سؤال، ينفع انا اهلي يتبهدلوا؟ انت كنت ممكن تاخدني على جنب تفهمني غلطي، كنت ممكن تتصل بيا تقول لي يا منى فوقي شويه. لا. انما انت جاي تزعلي قدام اقعدي اهلي. يا امي اقعدي. عشان يخلوا اقعدي بس عندهم اقعدي ده. اقعدي. البردين. لا انا اهلي عندهم جنب. لا ما عندهمش. لحظه واحده، انت واحده مش فاهمه، هم ما بيفهموش، هم مش فاهمين. مش ده شقايه ده اللي بيروح على الارض؟ فاهمينه هم ولا مش فاهمين؟ انت بتزعق تاني. مش انت اللي عايزه كده تاني برضه مصممه؟ دي مش لغه تفاهم خالص. غلطت مره فهمني، انت ما عطتنيش اصلا مره تفهمني فرصه. انت مش فاهمه، هم مش فاهمين. ممكن يكونوا مش فاهمين.
خلاص ليه يا اختي؟ امك صغيره ولا ايه؟ دي اكبر مني. صغيره امك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي. وابن الشقيان الغلبان دوت. انا مستحمل غربتي عشان ايه؟ مش عشان اعمل قرش لنفسي. كله على الاكل والشرب. هترجع لك الفلوس. على مبردة. ما قالت لك هترجع لك الفلوس يا نور، في ايه؟ ما خلاص اكنك ما صرفتش حاجه. انت عمال تزعق فيا من ساعه ما جيتي. دي خلاص. اجازه ايه دي؟ تخربش البيت يا ابني، قعدها ماشي، وهي بعد كده هتخلي بالها من قرشك، وامها تبعت الفلوس بتاعتك على داير المليم، بس كده. قعدها بعد ما هي جابتك، قعدها وبهدلتني وقالت من اهلي قعدها، ما شاء الله. لا انا امشي مع اهلي. ده انتوا بدل ما تعتذروا متجبرين بقول لك فيها. ايه، هي عايزه تمشي؟ طب سيبها، انا اجوزك ست ستة من بكره، اجوزك ست ستة، ايه رايك بقى؟ مش هي عايزه تمشي وعايزه تروح تقعد مع امها واختها؟ ما كانتش اتجوزت يا اخويا، كانت فضلت قعدت معايا. امي هي ما تلزمنيش يا امي، الواحده اللي ما تراعيش بيتها وما تراعيش كده وما تفهمش في حاجه خالص كده يا امي ما تلزمش. اللي ما تخافش على شقه جوزها بناقصها. احنا في واحده تعشش وواحده تطفش يا ابني، دي من النوع اللي بتطفش. كبر دماغك منها، هتلف لفتها وتجيلك. هي تلاقي زيك فين يا حبيبي؟ نور، يعني بص، انا مش همشي يا نور، وانا عارفه ان انا غلطت، بس بلاش نتكلم دلوقتي، نتكلم بعدين تكون انت هديت شويه. انا عارفه ان احنا ممكن نكون كبرنا الموضوع وصرفنا كتير، انا فاهمه وكل ده، بس مش دي الطريقه اللي هنحل بيها الموضوع. انت عايز تخرب بيتنا عشان موضوع زي ده؟ انت اللي جبتيه لنفسك. انت مستهيفه الموضوع ليه؟ انا مش مستهيفه الموضوع، انا ما كنتش مدركه الموضوع، كنت فرحانه ان اهلي حواليا. انا مش فاهمه ان يعني ان ده يزعلك في حاجه. انا كنت بقول لك ابعت لي فلوس، كنت بتبعت لي، كنت المفروض تقول لي طب ابعت لك ليه؟ انت كنت بتقول لي ماشي، ما كنتش بتتكلم. هو عشان هو ابني مش بخيل زي امه وبيبعت لك كل اللي انت عايزاه، يبقى ابني غلط؟ يعني فين راجل تقولي له ابعت لي فوق مصروفي كذا يبعت لك؟ عادي على فكره. لا مش عادي يا اختي. منا انت بطولك ولا في عيل ولا تايل، لسه ربنا ما كرمناش. خلاص يا نور، قلت لك عرفت غلطي، وطي صوتك بقى عشان اهلي جوه بيلبسوا بيلموا حاجتهم، خلاص بقى كفايه، ودي مش مقابله، عيب قوي كده يا نور، عيب. خلاص هي طلبت تقعد اهي، مش عايزه تخرب بيتها، خلاص يا ابني سامحها بقى، ده ربنا بيسامح. انا بقى عارف هعمل ايه؟ انا هروح انقل قعدتي عند ماما. ماما مين؟ حضرتك. ماما انا؟ اشيلك على راسي من فوق، تعالي. الكتف ده زاد والكتف ده ميه. متاكده؟ طبعا. تمام ماشي. ده انت مرات ابني الوحيد، وانا ليا اللي هو يا اختي، عشان كده من انا بوعيكي خايفه على قرش. ايوه يا ماما، بس انت اتكيتي عليا لا قوي واتكيتي على لازم أهلي اتك عليكي وعلى اهلك. اتكي عليا انا، فهميني مش عليهم. لا يا من، انا كل ما اجي الاقيهم يا من، انا كل ده بصي انا سكت في الاخر انفجرت بقى، اما اجي مرتين ثلاثه اربعه والاقيهم، ولا ايه بنت خالتك وخالتك في ايه يا من؟ ده قرش جوزك الشقيان، اعملوا حاجه للمستقبل، بكره وبعد تجيبي لك عيل واثنين وثلاثه، اعملوا لهم، شيلوا لهم قرش يا بنتي، عالم الدنيا فيها ايه؟ البطن ما بتشكرش. انا بس كلتي فول ما بتشكرش، كلتي لحمه ما بتشكرش. انا كل اللي مضايقني بس احراج اهلي مش اكتر. لا معلش ما فيهاش احراج. برضه هتمسك لك عادي. احراج اهلي. لا عادي عادي ايوه عادي. في بيتنا يا نور واتكلمتهم ابقي طيبي يا اختي خاطرهم انت بكلمتين. انا هدخل اطيبهم. اما نور بس ابني يهدى كده، يبقى يقول لهم كده كلمتين كده في التليفون كده، بعديها بيومين ولا حاجه يكون هو بعد ما هدى. يبعتوا اللي عليهم. بعد الفلوس بعد الفلوس معلش. كده يا نور. ايوه شقيه ياما، ده واحد شقيان، ده كفايه وقفته في الشمس، كفايه وقفته في الشمس. مش عارفه الجنيه ده بيجي ازاي. ده بيجي بالشقه يا بنتي وبيطلعوا الروح. ماشي ماشي، انا قايمه اشوفه. ربنا يصلح الحال. شفت بقى ان انا ما كنتش بكذب عليك في اي حاجه ازاي؟ ده اللي انا شفته ألعن من اللي انت وصلته. انا دمي محروق يا ابني، كل ما اجي الاقيهم قاعدين واكل من بره، هو في ايه؟ اهو اللي يسمع كده يقول ان احنا بنتكلم في اكل وشرب. لا احنا ما مش بنتكلمش في اكل وشرب. لا مش بنتكلم في اكل وشرب. احنا بنتكلم في مبدأ حياة. مصاريف زياده عن اللزوم. ايه ده في ايه؟ استغفر. انت برضو هدي بقى شويه من عندك، خلاص هي عرفت بغلطها اهو. بص يا ابني، طالما هي اعترفت بغلطها خلاص، يلا الحمد لله اللي جت على قد كده. همشي انا يابا عشان انت شوف هتعمل ايه يا ابني، تقعد انا هاجي ترتاح في معاك بيتك. عشان اجيب شنطتي. هتيجي معايا؟ طب قول لي منا بقى، لا احنا ماشي نازلين. يلا. يلا حبيبي، حتى انا عامله غدا اتغدى معايا. من انا رايح مع عمي هوصلها. يعني انت هترجع نور؟ طب ما أيوة تخلي هي- ماما قاعده وتتغدى وانت رايح حاطط الشنطه. لا يا بنتي لا. انا عايزه اروح ارتاح في بيتي، ابني يروح ياخد شنطته ويجي عشان يرتاح.
وانا برضو غلطت على فكره، انا برضو سقت فيها. حيلا يسمعوني جوه. انا غلطت برضو يعني قعدت اصرف في فلوسه كتير وانا غلطانه. الحمد لله ان انا ربنا الهمني ولميت الموضوع. ربنا يستر بقى.